لو عايزة تخزني هريسة قبل شهر رمضان او ده موسم الفلفل عندك. طيب انت كده اتأخرتي. سعر الفلفل الاحمر دلوقتي ب40 جنيه يا جماعة. فهقولك على فكرة، الفلفل النوع دوت كل ما تمشي في السوق بتتكعبلي فيه. دلوقتي ب8 جنيه ب10 جنيه. هقولك على فكرة، تاخدي كده مثلا، هتاخدي كيلو او 2 كيلو، هتاخديهم وتحطيهم في التلاجة شوية، هيروح مديك اللون الاورنج ده. لو صبرتي عليه كمان هيديك اللون احمر حلو كده. تمام تمام. طيب هتعملي ايه؟ طيب احنا ده عشان تستعمليه لازم تغسليه حلو جدا ويتنشف. لما لو غسلتيه وكان فيه ميه هيروب منك ويعمل كده رغاوي، ومتهيألي بيسرع ان هو يفسد بسرعه. طيب لازم تغسليه وتنشفيه بالفوطه حته حته. طيب دي القمع ده هيتشال ازاي؟ بيبقى ناشف مش زي اي حاجه. طبعا ما اجيبش السكينه واجي اقطعه عشان رخيص بقى. انا ايه ده رخيص؟ لا، هقولك على فكره، امسكي من الحته دي ونبدا ايه نقطع كده. بصوا، برضو انا بستعملها مع الفلفل الرومي لما تيجي تحشيه. بصوا بصوا كده طلع البذر، وكده لجوه البذر. ما مش حابه فيه بذر في الهريسه على طول، بصوا هينزل لك كل البذر من جوه. كمان ده حلو جدا في المحشي، لما حد بيحب الاكلات السبايسي ممكن تحطيها في في المحشي. هتبتدي كده اقولها لك تاني على قرن فلفل تاني. بصوا بصوا بكل سهوله. بيبقى حلو، ما بيبقاش حراق قوي مش زي الفلفل البلدي. ممكن تاخديه تحطيه في السلطات، تحطيه في السلطات. بس انا كنت واخده منه، تاخدي منه تحطيه في التلاجة للسلطات. وممكن عشان تخزنيه. طب هتستعمليه في ايه؟ هتستعمليه في المحشي، هتستعمليه في صلصه الكشري، هتستعمليه في المكرونات، هتستعمليه في التعصيجات، في البتنجان، في المسقعه، في حاجات كتيره جدا وبياكل الصراحه. تمام. بصوا، عايزه تفضي البذر كله فضي، وادي البذر طلع معانا وادي كده. هكمل بقى الكميه كلها. ماشي. واقول لك بقى ايه الخطوه التانية هتعملي فيها ايه. بصوا سهل جدا. بصي، ولا هتهدري فيه ولا تعملي، حافظ على نعمه ربنا. تمام تمام. هكمل الكميه وارجع لكم تاني. كده شوفوا، بسم الله ما شاء الله، شكلهم يفتح النفس. وعادي يعني ب20 جنيه جبتي 2 كيلو. انا جايبه 3 كيلو ب20 جنيه يا جماعه. الكيلو ب8 جنيه. حلو جدا واقتصادي وحلو. طالما هتخزني حاجه، مش عشان ابقى شاطره واخزن اجيب حاجه يعني غاليه. حلو هيقضي الغرض. ويبقى لونه كويس. تمام. طيب اول حاجه انا عندي كبه، لازم كبتك تبقى حلوه كده وناشفه، فيهاش كميه ميه يعني برضو عشان ما يهربش منك. ابتدي بقى اقطع ايه، مش كتير يعني، مش تقطعيش بقى، ما تقطعيش كتير عشان الكبه ما ياثرش عليها. المكون اللي هنحطه على الهريسه هو معلقه ملح واحده. تمام. لو ما بتحبيش السبايسي اللي في الهريسه حطي معلقتين، او مثلا ايه معلقه ونص. ماشي. طيب هنحط حاجه تانية، او هنحط خل. لو عندك ليمون حطي ليمون. ماشي. حطي بس معلقه على كل ضربه خلاط او ضربه كبه. ماشي. هتحطي ايه معلقه خل. تمام. هتيجي بقى ايه كده تضربيه. صدقيني هيبقى حلو وموفر واقتصادي، ويبقى عندك يعني بدل ما تجيبي بس الفلفله اللي هي ب40 جنيه، هتجيبي دي وهتجيبي جنبها تفرزي حاجه تانية. شوف بقى المشترك بتاعي كده. كل الفلفل اللي انا قطعته احط عليه مثلا معلقه ملح كبيره كده. لو ما بتحبيش السبايسي جامد تحطي عليه معلقتين، لان الملح بيخف حده السبايسي. كمان المكون التاني بحط معلقه خل. تمام. حط كده معلقه خل. لو عندك ليمونه عصري عليها ليمون. حاجه اقتصاديه وحلوه، بدل ما تقولي غالي انا مش هفرز هريسه ده غاليه. لا، هاتي يعني ايه، هاتي اللي على قد اللي خلطته، اللي هو اللي كان احمر او اورنج ده خلطته، حطيت عليه معلقه خل ومعلقه ملح. طيب وبرده اللي كان مخضر فيه شويه احمر اللي مديكوا اللون الفاتح ده عملته. وهعمل بقى اخر كميه عندي برضو، احط شويه خل وشويه ملح وافرمهم. طيب انت دلوقتي دول هيتحطوا في الفريزر. لما تيجي تحطيهم في الفريزر تروحي عامله ايه بقى، حاطه الخل والملح. طب لو عايزه في درج التلاجة او باب التلاجة تحطي كده بطرمان كويس، هتحط على وشه زيت. انا هوريكم دلوقتي عملي، بس هخرط ده. تمام. جيب الغطا. حلو جدا يا جماعه. شوفي عمل لي كام كيس. هتاخديه وهتستفادي بيه في كل حاجه، تحطيه في كل حاجه.
بره. بطرمان ده لدرج التلاجة، حلو كده للمخلل لاي حاجه، واحط عليه شويه زيت على الوش. ماشي، كل ما تاخدي حطي معلقه زيت كمان، هتروحي فيه ماده حافظه خل وملح، وادي ايه الزيت. يبقى احنا عندنا كده، بصوا عندنا الوان جميله حلوه كده. ده طبعا ايه هتحطيه في التلاجة، وبعدين بالسكينه تروحي مقسماه مربعات لما يشد معاكي في التلاجة، عشان هو الفلفل ده بس العيب اللي فيه ان هو بينزل كميه ميه، مش زي الفلفل البلدي، فاهمين؟ هيشد معاكي، هتبتدي بقى تقسميه كده مربعات كده، بس لما يشد معاكي مربعات كده ومربعات كده، وتكسري بقى، عايزه كميه على قد الكميه اللي هتاخديها، بس تحطيه شويه كده مثلا 5 دقايق يشد منك، يجمد شويه، هتقسميه وتكسري منه. طيب عايزه لاي تحبيش، لاي بتنجان مخلل ولا حاجه، حطيه في درج التلاجة. كل ما تاخدي معلقه، ماشي، طبعا هتاخدي الزيت اللي على الوش، تحطي غيرها معلقه تانية. ماشي، يلا لو عجبك الفيديو يا ريت تحطي